هو احنا ليه يا جماعة ما بنعملوش في البيت؟ ما الموضوع طلع سهل وبسيط اهو، وبتمن واحدة بس هتعملي خمسة، أربعة كبار وواحد صغير. لو عايزة تعرفي كل التفاصيل تابعي الفيديو للنهاية واعملي لي فولو ولايك على الفيديو لو عجبك. أول حاجة هنعمل عيش الكريب بتاع المحلات أو عيش التورتيه أو عيش الشاورما زي ما بتسميه بقى. هو مقاديره سهلة جدا وبسيطة، عبارة عن دقيق وملح وسكر ومية بس. انا هنا استخدمت ربع كيلو دقيق وحطيت عليه معلقه سكر وحطيت عليه معلقه ملح وبدات ازود ميه. حطيت تقريبا الكوبايتين الدقيق حطيت عليهم كوبايتين ونص ميه. فضلت اقلب فيه كده لحد ما اداني قوام شبه سائل. يعني لا هو التقيل قوي ولا الخفيف قوي الميه، قوام متوسط كده، بحيث ان انا لما احطه على المقلايه يجري معايا. وسبتها ان هي تقعد كده مع نفسها كده 10 دقايق بحيث ان هي ترتاح عشان لما اجي افردها تبقى سهله. هنتبل بقى الشاورما بتاعتنا، هنحط معانا خل وزيت، معلقتين خل معلقتين زيت، معلقة دبس رمان. وبعدين هنبتدي بقى نحط التوابل بتاعتنا، هتظهر دلوقتي كده على الشاشة كلها وهكتبها لكم برضو في صندوق الوصف. تابعوها، هي كتير شوية وممكن نختصر الموضوع كله ببهارات شاورما من عند العطار. تمام. لما جيت سألت على الكريب لقيت الكريباية الواحدة ب75 جنيه. طب ليه أجيب نص كيلو بانيه ب50 جنيه وأجيب كمان ربع كيلو دقيق وحبة بهارات من عند العطار بتاعة شاورما وخلاص على كده؟ ممكن أستغنى عن الزبادي، ممكن أستغنى عن الصلصة، هتتعمل والله وهتبقى حلوة برضو. هنحط بقى معلقة صلصة، وهنحط كمان ربع كوباية لبن أو ربع كوباية رايب أو معلقتين زبادي. هننزل بقى بالشاورما بتاعتنا، دول كانوا صدرين فرخة عاملين حوالي نص كيلو. هنجيبهم وبعد كده نقطعهم، يكون طوال شوية، ما يكونوش صغيرين ولا عصافير، يكونوا كده صوابع كبيرة شوية حجمها يكون صغير، يعني بحيث ان انت لما تيجي تلفي الكريباية تبقى ايه واخدة الطول كده واخدة ايه الشكل بتاعها. خلاص ارتاحت عجينة الكريب 10 دقايق. هنبتدي بقى في طاسة على نار متوسطة، اهم حاجة ما تكونش نارك عالية وما تكونش الطاسة بتاعتك سخنة قوي. تبتدي بقى ان انت كده ايه تعملي الكريب بتاعك وتملي الفراغات لو في حاجة مش كاملة وهو شكله دلوقتي هيتساوى. وخلي بالك انك تعمليها في حاجة كبيرة شوية، لان لما بتيجي العجينة تستوي بتكش شوية. فلما تيجي تعمليها بصي الحجم ده يعتبر يعني طاسة حجمها كبير، فلما جت عملت الطروف بتاعتها قلت شوية. عشان كده حاولي انك تعمليها في صينية كبيرة عشان حجمها يكبر معاكي وما تبقاش صغيرة لما تيجي تلفيها. اول ما تحسي ان هي بتتهز كده في الطاسة وخلاص سهلة ان انت تقلبيها، تقومي قلبها على طول، ما تلعبيش فيها كتير عشان ما تتقطعش منك. هتجيبي هنا بقى ايه الفراخ وهتنزلي بحتة زبدة او سمنة اللي انتي بتشتغلي بيه، وبعد كده تحطيها على وشها وما تقلبيش خالص عشان ما تفقدش المية بتاعتها. درجة حرارة الطاسة لازم تكون سخنة جدا علشان ما تفقديش المية بتاعتها وتلاقي الفراخ معاكي كده مجلدة وملهاش طعم. اول ما بدأ الظهر بتاعها اتحمر قمت مقلباها على الوش التاني واديتها بقى كده ايه تشويحة حلوة، وبعد كده نزلت بالفلفل الالوان. ممكن برضو تستغني عن فلفل الوان، كفاية فلفل اخضر بس. حابة تحطي فيها بصل براحتك، مش حابة براحتك خالص. هنا الكريب الربع كيلو عمل معايا حوالي 7 كريبات بالحجم اللي انتوا شايفينه ده حجم الطاسة الكبير. هابتدي بقى إن أنا أحط بقى الكريب بتاعي وأحط الصوصات بتاعتي. جيبي أكياس من اللي هي العادية عند السوبر ماركت وحطي، وما تخليش حاجة تعطلك ولا حاجة توقفك، لأ كملي كده بحاجات بسيطة وكله موجود في البيت. هتجيبي بقى الكريب بتاعك وتبدأي إنك تحشيه، تحطي بقى معاه كمان شوية خيار مخلل وتروش وتحشيه كده وتقفليه كويس، وعلى نفس الطاسة اللي انت عملتي فيها الكريب تقومي مدياه تحميصة كده من ايه من كل الجوانب كده، بحيث ان هو يبقى معانا مقرمش من بره وايه وطعمه لذيذ وفيه اللسعة اللي هي بتاعة الجريل ديت اللي بتخلينا كلنا يعني مستمتعين واحنا بناكل، مقرمش من بره وطري من جوه. بجد كانت تجربة لذيذة جدا، اتمنى انكم تجربوها.